بالنسبة دلوقتي الموضوع الثاني اللي هي في رؤية صلاة الجماعة ترهب عدو الله. كيف؟ لنا أن نتأمل صلاة الجماعة بالحرم عند مشاهدة عدو الله لها. بماذا يشعر؟ يشعر العدو أن ذلك القائد أي الإمام قادر على التحكم في ملايين المسلمين خلفه بكلمة واحدة لا يكررها. فإذا قال كل ينحني أي وضع الركوع يعني فلا يتخلف أحد، وإذا قال كل يضع وجهه على الأرض أي وضع السجود يسارعون المسلمون في طاعة الأمر دون أدنى تفكير. يشعر العدو بقوة إرادة المسلم وطاعته للقائد إذا قاد أي حركة أو جهاد، ويتساءلون فيما بينهم كيف هذا الإمام أو القائد لا يلتفت خلفه ليتأكد أن الأمر نفذ، وكيف أن الصفوف الخلفية من المسلمين تطيع القائد ولا يكون بينهم من يتهامس الحديث. فإنها أيها العدو ثقة متبادلة من القائد وبين من يقودهم من المسلمين. وإذا كان هذا الأمر متعلق بالعبادات فإن هذا أجدى، ولذلك لا يهدأ عدونا إلا بمحاولات مجاهدة للنيل من شبابنا وتحريك شهواتهم أو تغييبهم بالمخدرات، ومحاولات مضنية لهدم الإسلام وإفشاء العلمانية. ولكن أن لهم هذا؟ فإنهم يعلمون أن مصدر قوتنا تمسكنا بديننا وعبادتنا. أفيقوا يا مسلمين ولا تتركوا صلاة الجماعة بالمساجد، فلا تستهينوا بإرهاب عدوك منك 5 مرات يوميا فلن يناموا من الذعر. أفيقوا يا شبابنا ولا تكونوا سببا لراحة عدونا، فالإسلام باق ولو كره الكافرون.